بيحكي مسلسلنا عن شخص اسمه نيك بيكتشف بالصدفة انه ورث قدرة غريبة من عيلته. الاغرب بقى انه من خلال قوته دي بيكتشف عالم من الكائنات الغريبة اللي عايشة وسط البشر. فعلشان نفهم ايه قصة العالم ده ونعرف سر قوة نيك وعيلته خليكم معانا. بيبدأ مسلسلنا مع المحقق نيك وهو بيتكلم مع صاحبه هانك، ودول بنعرف انهم في طريقهم للشغل علشان يحققوا في قضية مع بعض. لكن قبل ما يروحوا للقسم نيك بتحصل له حاجة مش مفهومة. بيشوف واحدة من اللي ماشيين في الشارع قدامه بتتحول لشكل غريب، بس لانه مش فاهم اللي حصل بيتجاهل الموضوع مؤقتا. بعدها بيروح مع شريكه هانك للقسم، لكن هناك بيتكرر نفس الموضوع برضه. واحد من المجرمين اللي مقبوض عليهم بيتحول لشكل حيوان غريب. طبعا نيك بيبقى مصدوم بس ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل له بالظبط. وبعد ما انتهى شغله في القسم بيرجع على البيت. هناك بيتفاجئ لما بيلاقي عمته اللي اسمها ماري جايه تزوره، وبنعرف ان مرات نيك اللي معاهم دي اسمها جولييت. ودول بعد ما اتكلموا شويه ماري بتقول لنيك انها عاوزاه في موضوع مهم، فبيخرج معاها على بره وهو متوقع انها جايه تقول له حاجه عن مرضها. بما انها مريضه بالكانسر بيبقى مفكرها جايه تودعه، لكن ماري بتقول له انها جايه تحكي له حاجات مش عارفها عن عيلته. بس قبل ما تقول له اي حاجه بتساله اذا كان حصل له اي موقف ما قدرش يفسره قريب. ومن توتر نيك بتفهم انه فعلا بدا يشوف حاجات غريبه، علشان كده بتقول له ان الوقت جه وان لعنه عيلتهم خلاص اتنقلت له. لكن قبل ما يكملوا كلامهم ماري بتتصدم لما بتشوف عربيه واقفه جنبهم، وبسرعه بتخرج سلاح من معاها وبتقول انه وصل لهم. وبالفعل بعد ثواني بيهاجمهم كائن غريب وبيحاول يقتلهم، لكن لحسن الحظ بيقدر نيك انه يخلص عليه في اخر لحظة. والتالت مرة بيشوف الكائن اللي شكله غريب ده بيتحول قدامه البشري. ولان ماري اتصابت في الهجوم نيك بيروح يطمن عليها، ودي لما بتتأكد ان الكائن مات بتدي لنيك سلسلة من معاها، وبتقول له انهم هيدوروا عليها ولازم يحميها بحياته. وبتصدمه اكتر لما بتقول له ان اهله ما ماتوش في حادثه زي ما هو فاكر وانهم اتقتلوا. طبعا بعد اللي حصل ده بتوصل الشرطه للمكان وبتتنقل ماري للمستشفى. ولان نيك عاوز يفهم اكتر بيروح معاها على هناك، وعلى طول اول ما بتفوق بيروح لها يكملوا كلامهم. فبتقول له ماري ان عيلتهم عندهم قدره مش عند باقي البشر، قدره بتخليهم يشوفوا الكائنات الغريبه اللي عايشه وسطهم. وبنعرف ان هي ونيك من سلاله من الكائنات اسمها جريم، هم زي البشر بالظبط بس زي ما قلنا بيقدروا يشوفوا كل الكائنات الغريبة. وعلشان نيك يفهم اكتر بتقوله ان كل اجابات الاسئلة اللي في دماغه هيلاقيها في مقطورة عربيتها واللي ركنتها جنب بيته لما جت تزوره. فبيسيبها نيك تكمل علاجها وبيروح هو يشوف المقطورة، وهناك بيلاحظ ان السلسلة اللي هي اديتها له تقريبا عبارة عن مفتاح. فبيبدأ تدوير في المقطورة يمكن يفهم ايه قصة عيلته دي بالظبط. وبالفعل زي ما قالت له عمته بيلاقي كتاب متسجل فيه كل حاجة، رسومات عن نفس الكائنات اللي شافها وكائنات اكتر واسم كل كائن فيهم. بس لان مراته جولييت قطعته بيضطر يوقف اللي هو بيعمله. بما انه لسه مش فاهم الموضوع اصلا بيقرر يخبي عليها. تاني يوم بنشوفه رايح لمسرح جريمة مع صاحبه هانك، ومن كلام شريكهم المحقق وو بنعرف ان في بنت صغيرة اتخطفت. فبيرجعوا كلهم للقسم لان مديرهم اللي اسمه رينارد عامل اجتماع، وفي الاجتماع ده بيقسم كل المحققين لفرق وبيديهم اوامر انهم يقلبوا المدينة كلها لحد ما يلاقوا البنت اللي اتخطفت. وبما ان نيك وهانك فريق بيخرجوا يدوروا في المكان المحدد ليهم، بس كل واحد فيهم بيدور في مكان مختلف علشان يغطوا المنطقة كلها بسرعة. وخلال ما هانك بيدور بيلاقي شنطة البنت الصغيرة، فبيفهموا انهم قريبين من المجرم وبيبلغوا باقي القوات بمكانهم. بس لان نيك لقى اثار رجلين بيقرر يتتبعهم هو وما يستناش الدعم. بيفضل ماشي ورا الاثار لحد ما بيلاقي نفسه قدام شخص خارج من بيته. والمفاجأة بقى ان الشخص ده بيطلع زي الكائنات اللي شافها قبل كده وبيتحول قدامه. علشان كده نيك بيشك على طول ان هو المجرم وبيبدأ يطارده. وبعد ما بيمسكه بيسلمه للشرطة وبتيجي القوات تدور في البيت، بس لانهم ملقوش اي دليل على وجود البنت هانك بيبقى متضايق وبيقول لنيك انه ما كانش المفروض يقبض على الشخص ده من غير اي دليل ضده. ولان نيك مش قادر يفسر لهم اللي شافه بيرجع على مقطورة عمته، وفي الكتاب بيلاقي شوية معلومات عن الكائن اللي شافه. فبيرجع لبيت الشخص ده بما ان الشرطة حررته لان مفيش دليل ضده. نيك بيقرر يتصرف هو بنفسه وينقذ الطفلة لان هو الوحيد اللي عارف الشخص ده على حقيقته. المشكلة انه هو بيتسحب جنب بيت الكائن ده بيهاجمه، لكنه فجأة بيقول لنيك انه فاهم غلط وبيعزمه يدخل بيته. ودول من كلامهم مع بعض بنعرف ان الشخص ده اسمه مونرو، وبنعرف برضه انه من فصيلة كده شبه المستذئبين. وبيطلع انه عارف حقيقة نيك وانه من سلالة جريم، علشان كده بيقول له انه بريء وما بقاش يقتل البشر زي زمان. فبنفهم من كلامه ان سلالة جريم زي شرطة للعالم اللي وسط عالم البشر، يعني اي كائن من الكائنات دي بيعمل حاجة غلط هما اللي بيعاقبوه، وغالبا العقاب على طول كان بيبقى الموت.
فبيقول له نيك اذا كان بريء فعلا زي ما بيقول يساعده انه يلاقي الكائن اللي خطف البنت، ولان مونرو عاوز يخلص من المشكله دي بيضطر يوافق. فبيخرجوا هما الاتنين للغابة ومونرو بيبدأ يستخدم حواسه، وأخيرا بعد كذا محاولة بيقدر يلقط ريحة لواحد من نفس فصيلته. فبيفضلوا ماشيين بالعربية لحد ما بيوصلوا البيت في الغابة. بس المشكلة إن بسبب قوة الكائن التاني مونرو ما بقاش يقدر يسيطر على نفسه، علشان كده بيضطر يسيب نيك يكمل المهمة هو لوحده. فبيتصل نيك على هانك يطلب مساعدته وبيقول له إنه عرف مكان الطفلة بجد المرة دي. طبعا هانكي بيقفل معاه وبيضطر يجيله على الغابة، وعلى طول هما الاتنين بيقتحموا البيت اللي قدامهم علشان يدوروا على الطفلة. بس المشكلة ان الكائن ده بيكون موجود في البيت وبيبدأ يهاجمهم، لكن قبل ما يقدر يهرب هانكي بيخلص عليه. ولحسن الحظ ان الكائن ده لما بيموت بيرجع لشكله البشري قبل ما هانكي يشوفه. فبيسيبوه مكانه وبيدخلوا هما يدوروا على الطفلة لحد ما بيلاقوها أخيرا محبوسة في بدروم تحت البيت. وبكده تكون القضية اتحلت من غير ما نيكي يضطر انه يشرح حقيقته ولا حقيقة عيلته والكائنات الغريبة اللي اكتشف وجودها ما بينهم. وبعد ما كل حاجة انتهت بيروح لعمته في المستشفى يمكن تكون اتحسنت شوية. الصدمة انه هو هناك بتيجي الكائن اللي شافها الصبح وبتحاول انها تقتل عمته، لكن نيك بيقدر يمنعها وبالغلط الحقنة بتيجي فيه هو وبيغمى عليه. اللي مش مفهوم بقى اننا بنشوف الكائن دي بعد ما خرجت من المستشفى بتقابل رينارد مدير القسم، وبيطلع ان هو اللي كان مكلفها بقتل ماري. بس لحسن الحظ الدكاترة جوه المستشفى بيلحقوا نيك، ومن تحليل دمه الدكتور بيقول له انهم لقوا عينة بسيطة لنوع من السموم. نوع من السموم المفروض انه بيجي من قرصة العناكب، ولو كانت الجرعة زادت عليه شوية كان مات. طبعا بعد اللي حصل ده بيجي حراسة من الشرطة للمستشفى، وبيجي كمان مدير القسم رينارد يطمن على نيك وعمته، وبيعمل نفسه متفاجئ حتى انه بيدور معاهم بنفسه في كاميرات المراقبة لحد ما بيشوفوا في الفيديو اللي حاولت تقتل ماري ونيك بيتعرف عليها، بس ما بيبقاش قادر يقول لهم اي حاجة عن عيلته ولا يكشف السر اللي قالته له عمته. ولان ماري اخيرا فاقت نيك بيدخل يتكلم معاها، ودي بسبب حالتها اللي بتتدهور بسرعة بتنبه عليه انه لازم ياخد باله، وبتعرفه ان اللي بيطاردوهم وبيحاولوا يقتلوهم دول جماعة اسمهم حصادة الجريم، منظمة سرية كل هدفهم هو قتل اي شخص من سلالة جريم في العالم. علشان كده بتنبه عليه يخبي السلسلة اللي اديتها له ويخبي المقطورة، وده لان فيهم معلومات لو وقعت في ايد اي حد من اعدائهم ممكن يدمرهم. المشكلة انها قبل ما تكمل كلامها بتتعب وبيضطر نيك انه يسيبها. الكارثة ان بعد كام ساعة بنشوف شخص داخل لها وفي ايده سلاح، لكن قبل ما يقتلها ماري بتفوق وبتدافع عن نفسها، واخيرا بتقدر انها تخلص على الشخص ده بالسلاح اللي في ايده. بس للاسف على ما بيوصل نيك حالة ماري بتكون اتدهورت تماما، وفجأة بيزيد عليها التعب جدا وبتموت. وبما ان نيك هو الوحيد اللي معاها من عيلتها دلوقتي بيدفنها ومعاه مراته، وواضح كده من كلامه انه ناوي ينتقم من المجموعة اللي اسمهم حصادة الجريم. وبعد كام يوم من الاحداث دي ونيك راجع من الشغل بيبقى في شخص بيصلح شوية حاجات في بيته، وبالصدفة والشخص ده بيتكلم معاه نيك بيكتشف انه من ضمن الكائنات الغريبة. حتى الشخص ده لما بيعرف انه قدام واحد من سلالة جريم بيترعب وبيخرج يجري بره البيت وهو بيترجى انه ما يقتلوش. طبعا جولييت بتستغرب وبتسأل نيك عن اللي حصل، فبيتهرب نيك وبيقول لها ان الشخص ده تقريبا مريض نفسي، وبيحاول يغير الموضوع شوية بحيث ما يكشفش سر عيلته دلوقتي. في الناحية التانية جوه المدينة بنشوف قاضي شغال في مكتبه، وده فجأة بيدخل لبيته شخص وبيفضل يهاجمه لحد ما بيوقعه على الأرض وبيهجم عليه علشان يقتله. ولأن نظام الأمن في البيت فعل الإنذار بيجي ومعاه واحدة من الشرطة يشوفوا اللي بيحصل، ودول بيتصدموا أول ما بيدخلوا للبيت لأنهم بيلاقوا جثة القاضي قدامهم. فبيبلغ وو بالجريمة وبنعرف من كلامه إن القاضي اسمه لوجان. في نفس الوقت بنشوف الشخص اللي قتل القاضي جوه عربيته، واللي بيطلع إنه اتصاب بطلقة ضربوا بيها القاضي قبل ما يموت. المفاجأة بقى ان القاتل ده بيطلع كائن غريب برضه، وبنروح للقسم وهانك بيحقق في القضية، وده بيجيله اتصال من قسم الأدلة بيقولوا له انهم لقوا بصمة في مسرح الجريمة. فبيعرف منهم هانك صاحب البصمة وبيروح بسرعة مع كوة لبيته. بس المشكلة انهم لما بيدخلوا للشقة بيلاقوا صاحب البصمة ده مقتول، وبيطلع ان الكائن اللي قتل القاضي اخد ايده واستخدم بصماته في مسرح الجريمة. ولان الساعة اللي في ايد الضحية قديمة وعطلانة بيستغربوا وبيفكروا انها ممكن تكون دليل يوصلهم لأي حاجة. ولما بيعرف نيك بالمعلومات عن القضية دي بيتصل على مونرو، بما انه اصلا شغال في تصليح الساعات بيطلب مساعدته لتاني مرة. فبيوافق مونرو وبيستقبله هو وهانك في بيته، وعلى طول بياخد منهم الساعة وبيبدأ يفحصها بنفسه. وبعد شوية كده بيلاحظ ان في حد عطل الساعة عن قصد عند تاريخ ووقت معين، وبيقدر يعرف لهم كمان من خلال الرقم التسلسلي صاحب الساعة الحقيقي. بيقول انها واحدة من نفس مدينتهم واسمها ماري روبنسون. ولحسن الحظ هانك بيطلع عارف ماري اللي بيتكلم
بيتكلم عنها، بيقول إنها كانت مساعدة القاضي اللي مات من كام سنة، ولأنهم شاكين إنها في خطر بيخرجوا يدوروا عليها بسرعة. لكن الكارثة إنهم على ما بيوصلوا لبيتها الوقت بيكون خلاص فات. نفس المجرم اللي قتل القاضي بيبقى وصل لها قبلهم وخلص عليها بطريقة وحشية، وبسبب موتها هي والقاضي ورا بعض هانك بيقول إنه تقريبا عرف المجرم. ولما بيرجع للاسم مع نيك بيحكي لرينارد على اللي شاكك فيه، بيقول له إن من كام سنة فاتت كان في قضية عن قاتل مشهور اسمه ستارك، واللي حكم عليه بالمؤبد كان هو القاضي لوجان، ووقتها ماري كانت هي مساعدته، والشخص التاني اللي اتقتل كان شاهد في القضية. وحاليا لما اتكلم مع السجن اللي ستارك ده كان محبوس فيه عرف انه هرب. المشكلة بقى ان هانك كان هو الضابط المسؤول عن القضية واللي قبض على ستارك، معنى كده ان هو اللي عليه الدور وستارك هيحاول يقتله. علشان كده رينارد بيؤمر ان هانك يدخل لبرنامج حماية خاص بالشرطة. بعدها بيخرج نيك مع هانك يدرسوا كل ملفات ستارك، وده بيتفاجئ نيك لما بيلاقي معلومات غريبة عنه. من ضمن المعلومات دي ان ستارك اتصاب مرة ب3 رصاصات وما حصلوش اي حاجة، ده غير انه لما هرب من السجن قتل 4 حراس وهرب بسهولة. ولان نيك شاكك انه من ضمن الكائنات بيروح للمقطورة يدور في الكتاب، ومن مواصفات الشخص ده عن قوة التحمل والوحشية بيلاقي كائن فيه نفس الصفات فعلا، وبيلاقي كلام كمان عن طريقة قتله بس ما بيبقاش واضح قوي. وبعد ما اتأكد من المعلومات اللي كان شاكك فيها بيرجع للبيت. هناك بيسمع حاجة بتتحرك بره. في الأول بيتجاهل الموضوع لأنه بيفكره سنجاب، لكن مرة واحدة ستارك ده بيقتحم بيته وبيبدأ يهاجمه. بما إنه ما قدرش يلاقي هانك بيبقى جاي يعرف مكانه من شريكه، وحتى لما بيعرف إن نيك من سلالة جريم ما بيخافش منه، بالعكس ده بيفضل يضرب فيه وبيكون خلاص على وشك إنه يقتله، لولا إن جولييت بتوصل في نفس الوقت وبتشتت انتباهه. ساعتها نيك بيستغل الفرصة وبيمسك مسدسه وبيحاول يقتله، ولأن ستارك اتصاب والشرطة هتوصل قريب بيضطر يهرب. اما نيك بيتنقل على طول للمستشفى بسبب اصاباته، ولانه مش قادر يتحرك بيتصل على مونرو وبيطلب منه يجيله، بما انه هو الوحيد اللي يقدر يحكي له عن حقيقة ستارك. جوه الاسم بقى هانك لما بيعرف اللي حصل لصاحبه بيتعصب، علشان كده بيقرر انه يخرج يدور بنفسه على ستارك لحد ما يلاقيه ويخلص عليه. في الوقت ده مونرو بيكون وصل للمستشفى، وهناك بيعرف من نيك ان الكائن اللي هاجمه من سلالة اسمها سيجبريت، نوع من الغيلان عندهم وحشية وقوة تحمل رهيبة. ولحسن الحظ مونرو بيبقى عارف النوع ده من الكائنات، بس المشكلة انه بيقول انهم علشان يقتلوه لازم نوع مخصص ونادر من السم. فبيفتكر نيك انه لما كان في المقطورة شاف السم اللي هو بيتكلم عنه ده، كمان بيفتكر انه شاف البندقية اللي بيستخدموا السم على طلقاتها. ولانه محتاج مساعدة مونرو بيضطر يعرفه مكانهم وبيحكي له عن مقطورة عمته. فبيروح مونرو على المكان اللي نيك نقل فيه المقطورة، وبعد شوية تدوير في المكان أخيرا بيلاقي السم اللي هم محتاجينه. وجوه خزنة الأسلحة بيلاقي كمان البندقية اللي نيك قاله عليها، فبيجهز الطلقات وبيملاها بالسم بحيث لما يقابلوا ستارك مرة تانية يبقوا جاهزين ويخلصوا عليه. وخلال ما هو بيجهز السلاح بنشوف هانك رايح يطمن على نيك، والكارثة إن ستارك بيبقى مراقبه ومستني الفرصة علشان يقتله. طبعا نيك أول ما بيشوف هانك بيحذره وبيقول له يرجع للاسم حالا ويفضل تحت الحماية، لكن هانك بيرفض وبيبقى مصمم إن هو اللي يخلص على ستارك. وبالفعل بيسيب نيك وبيخرج يكمل تدوير عليه. علشان كده نيك بيتصل على مونرو اللي بيبقى وصل للمستشفى، وده بيقول له يمشي ورا هانك حالا لأنه غالبا هيحتاج مساعدته. فبيمشي مونرو ورا عربية هانك واللي بيبقى متراقب من ستارك لحد ما بيوصلوا لمكان مهجور هما التلاتة على حدود المدينة. هناك بيجهز هانك سلاحه على أساس إنه هيقتل ستارك، لكنه بيتصدم لما بيلاقي طلقات بندقيته ملهاش أي تأثير عليه. وأول ما مونرو بيشوف اللي بيحصل بيجهز البندقية، وبسرعة قبل ما ستارك يخلص على هانك بيضربه طلقة. ولحسن الحظ الموضوع بيجيب نتيجة فعلا، السم بيشتغل في ثواني وبيخلص على ستارك تماما. وعلشان هانك ما يعرفش أي حاجة مونرو بيهرب من المكان قبل ما يشوفه، بيروح يرجع البندقية للمقطورة وبيقفلها زي ما كانت. بعدها بيتصل على نيك يطمنه ان هانك بأمان وان ستارك خلاص مات. وبعد كام يوم من حل القضية مونرو بيبقى رايح يخلص شغل في المدينة، لكن الصدمة ان الموضوع ما بيبقاش شغل وبيطلع فخ. مرة واحدة بيظهر من وراه كام كائن يضربوه لحد ما بيغمى عليه، وبيعدي كام ساعة على اللي حصل ده واخيرا بيفوق مونرو على الارض. طبعا بيبقى مستغرب ومش فاهم ليه الكائنات دي هاجموه، بس لما بيمشي ناحية عربيته بيلاقي مرسوم عليها رمز حصادة الجريم. علشان كده بيرجع للبيت على طول وبيتصل على نيك واللي بيطلب منه يقابله ضروري اول ما يخلص القضية اللي شغال عليها. فبيروح له نيك فعلا في نفس الليلة وبيلاحظ اثار الضرب عليه، وبيتفاجئ لما مونرو بيقول له ان هو السبب في اللي
حصل له، وده لان مملكة الكائنات واللي بنعرف ان اسمهم الفيسن مش موافقين على التحالف اللي ما بينهم، لان في الطبيعي سلالة جريم مهمتهم هي قتل كل الفيسن، والتعاون اللي ما بينه وبين مونرو ده ممكن يأثر عليهم، ولان نيك مش عاوز يعرضه للخطر بيوعده انه مش هيطلب مساعدته تاني. لكن على عكس ما توقع، مونرو بيقوله انه مش مهتم بالتهديد نهائي، هو بس كان جايبه يحذره بحيث يبقوا مستعدين ليهم المرة الجاية. في نفس الوقت جوه المدينة بنشوف عصابة بيستعدوا علشان يسرقوا محل، لكن لحسن حظ صاحب المحل انه بيقدر يجري منهم، ولان مفيش مكان يهرب منه بيضطر يقفل الخزنة على نفسه. الغريبة انه بيبقى مهتم ب3 قطع معدنية شكلهم اثري، على الرغم من كل الثروات اللي جوه الخزنة بيبقى مركز مع دول بالذات. وللأسف بعد دقايق بيقدر المجرمين انهم يفجروا الباب ويدخلوا للخزنة، وعلى ما بيوصل نيك مع باقي الفريق للمكان صاحب المحل بيكون خلاص مات. افراد العصابة في الوقت ده بقى بيبقوا رجعوا لمخبأهم مع كل اللي سرقوه، لكن واضح برضو انهم بيدوروا على حاجة معينة وسط كل اللي معاهم، ومن كلامهم بنفهم انهم فعلا بيدوروا على نفس ال3 قطع المعدنية اللي شفناهم مع صاحب المحل. وواضح كده انهم مهمين جدا للاشخاص دول، لدرجة انهم بيشكوا في بعض ان حد فيهم هو اللي سرقهم، بس لما بيتأكدوا انهم فعلا ما سرقوهاش واحد منهم بيقرر يرجع للمحل. المفاجأة انه بعد ما بيخرج على طول بيدخل شخص لمخبأهم، وده بكل سهولة بيخلص على الاتنين اللي كانوا فاضلين في المكان، وبيطلع انه كائن اول مرة نشوفه من مملكة الفيسن. ولما بيوصل الشخص الثالث للمحل بيلاقي ان الشرطة لسه هناك، وده لما بيشوفه نيك بنكتشف ان هو كمان من الفيسن. بس قبل ما يلحق نيك انه يوقفه يحقق معاه، الكائن ده بياخد عربيته ويهرب. وطبعا لما بيرجع للمخبأ بيتصدم لانه بيلاقي اصحابه الاتنين مقتولين، وخلال ثواني بيظهر وراه بالمسدس نفس الشخص اللي قتلهم. وقبل ما يقتل التالت ده زيهم بيهدده وبيفضل يسأله عن مكان العملات الذهبية. جوه المشرحة بقى بنشوف نيك وهانك بيتكلموا مع الدكتورة، واللي بتقول لهم انها اكتشفت حاجة غريبة وهي بتشرح الجثة، وبيطلع ان صاحب المحل بلع ال3 عملات قبل ما الكائنات توصل له. طبعا بيستغربوا وما بيبقاش لسه واضح ايه اهمية العملات دي بالظبط، وايه برضو اللي يخلي كل كائنات مملكة الفيسن مهتمين بيها للدرجة دي. ولان نيك جاله اتصال من الاسم بياخدوا العملات ويمشوا، وبيطلع ان المحققين قدروا يوصلوا للمخبأ الخاص بالعصابة، فبيجهزوا زي فريق صغير كده وبيروح نيك وهانك على البيت. كل ده والكائن اللي شفناه لسه بيحقق مع الشخص الثالث من العصابة، ودول لما بيلاحظوا ان الشرطة حواليهم بيحاولوا يهربوا. اي نعم الشخص اللي من العصابة ده بيقدر يهرب، لكن الشخص اللي كان بيحقق معاه بيتحاصر وبيضطر يسلم نفسه. وده لما نيك بيجي يقبض عليه بيكتشف حقيقته، وحتى الكائن اللي قدامه بيعرف ان نيك من سلالة جريم، وده بعد ما اتقبض عليه بياخدوه معاهم للقسم. هناك بيحكي رينارد على كل اللي حصل وعلى موضوع العملات اللي هم لقوها. الغريبة ان هانك بيبقى بيتصرف بشكل مش مفهوم، حتى لما رينارد بيطلب انه يشوف العملات بيرفض يديهاله، بس لانه مصمم هانك بيضطر يسلمهم. اللي مش مفهوم ان رينارد هو كمان بعد ما بيشوفهم بيبدأ يتصرف بطريقة غريبة، لدرجة انه بياخدهم وبيقرر يسلمهم لقسم الأدلة بنفسه، ودي حاجة المفروض ان مدير القسم اصلا ملوش علاقة بيها. المفاجأة كمان ان بعد ما نيك وهانك بيخرجوا من مكتبه بيتصل على شخص يعرفه، وده بيقول له ان عملات زاكينسوس وقعت في ايده. من الواضح كده من كلامهم انها مهمة، بس لسه مش واضح مدى اهميتها بالظبط. نيك بقى بنشوفه داخل يحقق مع الكائن اللي قبض عليه، واللي بنعرف من كلامهم ان اسمه فارلي، وبنعرف برضو ان المجرم التالت اللي هرب اسمه سوليداد. وبما ان فارلي عارف حقيقة نيك بيقول له ما يسجلش اي كلام ما بينهم في المحضر، وفي المقابل بيعرفوا انه اصلا جاي لهنا بامر من واحد من الجريم، وبيعرفوا كمان ان العملات اللي هو بيدور عليها دي لها تأثير سحري على الشخص اللي بيمتلكها، بتخليه يتصرف بطريقة غريبة وفي الاخر غالبا بتأدي لموته. المفاجأة انه بيقول له ان سلالة جريم هم الوحيدين اللي العملات دي مش بتأثر عليهم، علشان كده حماية العملات كانت مسؤوليتهم. وبالفعل العملات دي كانت معاهم لحد ما اتسرقت في الأيام اللي فاتت. وعلى الرغم من كل كلام فارلي إلا إن نيك مش بيقدر يحرره، بس بيقرر إنه يستغل المعلومات اللي قالها له، فبيخرج يبلغ وو إن المجرم اللي هرب منهم اسمه سوليداد. بعدها بيروح على طول على مقطورة عمته، وهناك بيبدأ كالعادة يبحث عن الكائنين الجداد اللي شافهم النهارده، وبرضه بيبقى اتصل بمونروي جيله علشان يساعده. ومن الكتاب اللي قدامهم بنعرف ان سوليداد من فصيلة اسمهم شاكال، ودول كانوا دايما اعداء للجريم وفي حرب ما بينهم. اما فارلي اللي قبض عليه من فصيلة
فصيلة تانية اسمها ستاين أدلر، ودول كانوا ساعات بيكونوا تحالفات مع سلالة الجريم وحتى البشر، لكن برضه بيبقى مكتوب تحذير في الكتاب انه ما يثقش فيهم 100%. الكارثة بقى اننا بنشوف سوليداد وصل للمشرحة، وهناك بيهدد الدكتورة المسؤولة وبيعرف منها ان العملات كانت جوه جثة صاحب المحل، والمفروض ان المحققين اخدوهم علشان يسلموهم لقسم الأدلة. فبيضرب سوليداد الدكتورة علشان يغمى عليها وبيخرج هو على بره. في نفس الوقت العملات بتبقى سحرت رينارد وسيطرت عليه تماما، لدرجة انه بيتخيل نفسه بيحكم العالم. المشكلة بقى انه لما بيروح للقسم تصرفاته بتبدأ تبقى اغرب. من غير سبب بيطلب من المساعد بتاعه جمع الصحافة وكل الضباط اللي شغالين في القسم، وبيقول ان عنده اعلان مهم ولازم يوصل لكل المدينة. ولان نيك قلقان ان العملات تقع في ايد اي حد بيروح ياخدها من قسم الأدلة، لكنه بيتفاجئ ان المدير رينارد اصلا ما سلمهمش واحتفظ بيهم لنفسه. ده كمان اول ما بيخرج من قسم الأدلة بيلاقيه عامل الاجتماع، وكل كلامه في الاجتماع ده بيبقى انهم لازم يطهروا المدينة، وان بأوامره وقيادته هيعيشوا في سلام بدون جريمة. هنا نيك بيفهم على طول من تصرفاته ان العملات سيطرت عليه. المشكلة التانية بقى ان سوليداد بيبقى وصل للقسم ومتنكر في زي شرطي، ولان نيك عاوز يفهم اكتر عن العملات وكمان عن عيلته بيروح يتكلم مع فارلي، وبتبقى مفاجأة بالنسبة له لما فارلي بيقول له انه كان يعرف عيلته اللي هم ابوه وامه، ده كمان كان يعرف عمته ماري وكانوا هيتجوزوا، بس بسبب اللي حصل لابوه وامه حياتهم وكل حاجة اتغيرت. وبيصدموا كمان لما بيقول له ان سوليداد كان واحد من المسؤولين عن موت اهله. وخلال ما هم بيتكلموا بيجي اتصال لنيك من هانك، واللي بيعرفوا فيه انهم لقوا جثة شورت ميت ومتاخد الزي بتاعه. في نفس اللحظة في جراج القسم بنشوف سوليداد بيفصل الكهرباء عن المكان، ولان رينارد خرج من مكتبه هانك بيدخل يدور على العملات، بما ان نيك قال له انها مش في قسم الأدلة وانها بتأثر على الشخص اللي بيمتلكها. وشوية وبيوصل له نيك ومعاه فارلي، واللي بيقولوا له ان اكيد رينارد محتفظ بالعملات معاه ولازم يخرجوا يدوروا عليه حالا لانه سوليداد هيستهدفه. وبالفعل رينارد وهو نازل لجراج المبنى سوليداد بيهاجمه، لكن نيك وهانك بيوصلوا له في الوقت المناسب، ودول بيبدأوا يضربوا نار على سوليداد وهو بيرد عليهم، لحد ما لحسن الحظ واحدة من الطلقات بتصيبه. فبيجري عليه نيك يسأله عن اللي حصل لأهله ومين اللي أمر بقتلهم، لكن قبل ما يعرف منه أي حاجة سوليداد بيموت قدامه. المشكلة الأكبر إنه لما بيروح يطمن على رينارد بيلاقيه منهار، وبيقول له إنه العملات اللي كانت معاه اتسرقت ولازم يلاقوها حالا. فبيفهم نيك على طول إن فارلي خانهم وسرق العملات وهرب، بس لأن الكتاب كان حذر نيك من سلالة فارلي بيكون عامل حسابه وراح له استناه في أوضته، وده قبل ما يلحق يهرب بيضربه وبياخد منه العملات اللي سرقها، وبيحذره إنه لو قرب من العملات مرة تانية هيقتله. ولأن حماية العملات دي مهمة عيلة نيك بياخدها للمقطورة، وهناك بيخبيها مع باقي الأسلحة والحاجات المهمة اللي تخص عيلته. وبعد ما كل حاجة انتهت بيرجع للبيت. هناك وهو بياكل مع جولييت حد بيخبط على الباب، وبيطلع ان الكائن اللي كان بيصلح لهم الاجهزه من كام يوم جايب لهم هديه، بما انه عرف ان نيك من سلاله جريم بيبقى خايف منه، وجايب له هديه يعني كنوع من الاعتذار علشان ما يخلصش عليه هو وعيلته. طبعا الشخص ده بعد ما بيمشي جولييت بتستغرب اكتر، فبيبرر نيك تصرف جارهم ده بانه جاله الاسم وطلب منه خدمه، وبما انه ساعده جارهم يعني بيحاول انه يكون كويس معاهم هو كمان، وبيرد الموضوع بهديه. ولحسن الحظ جولييت بتصدقه تاني والموضوع بيعدي. في الناحية التانية من المدينة بنشوف 2 حرامية داخلين يسرقوا محل، وبنعرف من كلامهم انهم بيدوروا على حاجة اسمها جي، ودي لما بيعرفوا مكانها من صاحب المحل بيضربوه وبينزلوا للمخزن. بس على ما بيوصلوا اللي هم عاوزينه صاحب المحل بيكون فاق وفعل جهاز الانذار، وخلال ما هم خارجين بيتحول كمان وبيهاجمهم. ساعتها بيضطر واحد من الحرامية انه يخرج مسدسه ويقتله، وهنا بنكتشف ان صاحب المحل والحرامية كلهم من الفيسن. وكالعادة على ما بتوصل الشرطة صاحب المحل بيكون خلاص مات، وده بما انه هاجم المجرم نيك بيلاقي قطعة من رجل المجرم جوه بقه، ولان المفروض ده مجرد محل اعشاب بيبقوا مستغربين من الجريمة، علشان كده بيرجعوا للاسم وبيعرفوا اكتر من الملفات عن صاحب المحل. ومن المعلومات الخاصة بيه بنعرف ان اسمه فريدي وليه اخت اسمها روزي، ولانها اقرب شخص ليه نيك بيتصل عليها يعرفها اللي حصل، ودي على طول بتيجي للاسم علشان يحققوا معاها بحيث يعرفوا اذا كان اخوها فريدي بيتاجر في حاجة ممنوعة، او حتى اذا كان ليه اي اعداء ممكن يكونوا هم اللي قتلوه. لكن روزي بتنكر وبتقول ان اخوها كان مجرد شخص بيتاجر في الاعشاب، وبتصمم انها تروح للمحل تشوفه لاخر مرة، وده لانها ناوية بعد ما تدفن اخوها انها تقفله للابد.
فبيروح معاها نيك كنوع من الحماية لمسرح الجريمة، وهناك بالصدفة بيكتشف ان روزي من ضمن الفيسن. ولما روزي هي كمان بتكتشف انه جريم بتخاف منه لانها بتفكر ان هو اللي خلص على اخوها وهيخلص عليها، لكن نيك بيطمنها وبيقول لها ان زمن قتل الجريم للفيسن من غير سبب انتهى، وبيطلب منها تعرفه الحقيقة بخصوص اخوها. فبتعرفه روزي ان هي واخوها من فصيلة اسمها الفوكس بو، وبتقول انها هتدور في المحل وهتعرفه اذا كان بيبيع حاجة ممنوعة. فبيديها نيك الكارت الخاص بيه وبيرجع هو على الاسم. في الوقت ده المجرمين اللي سرقوا المحل بيكونوا رجعوا لمخبأهم، والشخص اللي اتعض من فريدي بيبقى بيعالج نفسه، وبيقول كمان انهم سابوا ثروة في المحل من منتج الجي ولازم يرجعوا يكملوا السرقة. في نفس الليلة نيك بيرجع للمحل مع مونرو، وده بينزل معاه يدوروا في المخزن على اي حاجة تخص مملكة الفيسن. وبالفعل بعد ثواني مونرو بيلاقي العبوات اللي الحرامية سرقوا منها، ومن كلامه بنعرف ان الجي ده عبارة عن مخدر، بس مخدر خاص بالفيسن ولو اي حد من البشر استخدمه يموت. وعلشان روزي تطمن اكتر لنيك، مونرو بيعرفها حقيقته وبيقول لها كمان انه بيتعاون معاه بقاله فترة، واكيد قريب جدا هيحلوا القضية دي زي اللي قبلها وهيوصلوا للي قتلوا اخوها. المشكلة انهم بعد ما بيمشوا بدقايق روزي بتسمع حد داخل للمحل، فبتستخبى بسرعة وبيطلع ان الاتنين الحرامية هما اللي جايين يكملوا السرقة، ولانهم حسوا بوجودها في المكان بيحاولوا يقتلوها هي الاول، لكن لحسن الحظ روزي بتقدر تهرب منهم على بره. بعدها بتروح الاسم لنيك وبتعرفه اللي حصل، ومن صور المجرمين اللي بيعرضها لها نيك بتتعرف على الاتنين اللي قتلوا اخوها. فعلى ما يقبضوا على الاتنين المجرمين دول بترجع هي على البيت، ونيك بيبعت لها مونرو يفضل معاها للحماية، اما هو بيروح مع هانك للمكان اللي فيه المجرمين، ودول بيدخلوا يدوروا عليهم في المبنى واللي بيكون مهجور تماما. لكن جوه واحدة من الشقق المجرمين بيشوفوهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار، وللأسف بيقدروا يهربوا من المكان قبل ما يقبضوا عليهم. فبيروح نيك يقابل مونرو وروزي، بما انهم اكيد هيبقوا عارفين اكتر عن الفيسن اللي زيهم، بيبقى عاوز يعرف منهم المجرمين دول ممكن يروحوا لفين بما انهم مدمنين. فبيقولوا له ان الجي مخدر الفيسن ليه اماكن معينه بتبيعه في المدينه، ولان نيك عاوز يقبض على المجرمين دول بيروح للمكان اللي بيقولوا عليه. هناك بمساعده مونرو بيقدروا انهم يعدوا من الامن، وجوه المكان الغريب ده اخيرا بيلاقوا الكائنات اللي بيدوروا عليهم، فبيهاجمهم نيك وبيبداوا هما الاتنين يضربوا نار في المكان. لكن على الرغم من كده نيك بيقبض على واحد منهم، اما التاني مونرو بيشوفه بيهرب وسط الفوضى، لكن روزي بتيجي من وراه وهو خارج تضربه وبتخليه يغمى عليه. تاني يوم بعد ما كل حاجة انتهت نيك بيروح للمقطورة، بما انه لسه فاكر كلام عمته وعاوز يفهم كل حاجة عن عيلته، وكمان عاوز يعرف اي حاجة عن المفتاح اللي خده منها وايه اهميته. بيفضل يدور في كل مكان وبيحاول انه يفتح بالمفتاح ده اي حاجة قدامه، بس لانه مش لاقي اي حاجة بيزهق وبيقعد يرتاح شوية، وبالغلط وهو بيتحرك بيوقع علبة حبر على المفتاح. المفاجأة انه لما بيجي يمسح الحبر اللي على المفتاح بيلفت انتباهه النقش اللي مرسوم عليه، بس لان جولييت بتتصل لانهم خارجين بيضطر انه يأجل الموضوع ده مؤقتا. في الناحية التانية بنشوف رينارد وهو نازل يركب عربيته، وده بيجي من ورا شخص يهدده بالمسدس وبياخد منه مسدسه، لكن بيتضح ان الشخص ده مش ناوي يقتله، هو مجرد بس بيقول له ان في واحد من العيلة طالب مقابلته ضروري، ولان رينارد تحت التهديد بيضطر ينفذ الاوامر. وبالفعل بيروح مع الشخص ده يقابله قريبه في مكان مهجور، واللي بيعتذر لرينارد اول حاجة على الطريقة اللي جابوه بيها لهنا، وبيبرر له انه كان لازم يعمل كده لان العيلة محتاجينه ضروري، بس لسه مش واضح لينا مين هم عيلته ورينارد ده تبع ايه بالظبط. الصدمة بقى ان قريبه بيطلب منه انه يسلمه المفتاح، لكن رينارد بيقول له ان المفتاح مش معاه اصلا وانه لسه مع المحقق اللي من سلالة جريم، وهو بيحاول يشوف اي طريقة يعرف بيها مكان المفتاح علشان يسرقه. لكن قريبه بيصدمه لما بيقول له ان دي كانت اخر مهلة ليه ودلوقتي لازم يتعاقب. هنا رينارد بيتعصب وبسرعة بيخطف المسدس وبيخلص على قريبه نفسه. بعدها بيقول للشخص اللي كان بيهدده ينقل رسالة للعيلة، وفي الرسالة دي بيقول لهم انه بيرفض تماما انه يتعاون معاهم. في نفس الوقت بنشوف نيك داخل مع جولييت لمطعم، وهناك بيقابل صاحبه هانك اللي بيعرفهم على واحدة معاه اسمها أداليندا. طبعا نيك بيتعرف عليها على طول ان هي اللي حاولت تقتل عمته، بس لانه مش قادر يعمل اي حاجة دلوقتي بيحاول يتصرف بشكل طبيعي. وبيطلع ان أداليندا بشكل ما قدرت انها تقرب من هانك، لا وكمان اتخطبوا على حسب كلامهم وقريب جدا هيتجوزوا. ولان أداليندا جالها مكالمة بتضطر تخرج ترد على اللي بيتصل، طبعا لان نيك متعصب من اللي بيحصل بيقول انه
رايح الحمام بس بيروح وراها، ودي اول ما بتخلص المكالمة بيتكلم معاها وبيهددها، بيقول لها تبعد عن هانك وما تأذيهوش والا هيموتها، بس لانها رافضة وهو مش قادر يتصرف بيبقى متعصب جدا. ولحسن الحظ بيلاقي هانك بيقول له ان جالهم بلاغ من القسم، وبكده بتنتهي الخروجة دي وبتعدي على خير. وبعد اللي حصل مع رينارد بنشوفه رايح يقابل واحدة اسمها كاثرين، ودي من كلامه معاها بنعرف انها ام اداليندا، وبنعرف برضه ان قرب اداليندا من هانك كان بامر من رينارد، بما ان هانك اقرب صاحب لنيك وغالبا كده صاحبه الوحيد، بيبقى عاوزها تتجسس عليهم وتعرف كل حاجة عنهم، يمكن تعرف مكان المفتاح. وبعد ما اداليندا مشيت من المطعم بترجع لبيتها، هناك بتتحول لانها بتحس بوجود حد في البيت، لكنها بترجع لطبيعتها تاني لما بتلاقي ان امها هي اللي جايه تتكلم معاها، وزي ما طلب رينارد بتنبه عليها انها تنفذ مهمتها. وبنفهم من كلامهم انها عامله زي تعويذه او سحر الهانك، وده السبب اللي خلاه يتعرف عليها ويعجب بيها بسرعه. ولان نيك مش عارف يتصرف في مشكله هانك دي ازاي، بيروح لمونرو يطلب مساعدته. ومن كلام مونرو بنعرف ان اداليندا وامها مش من ضمن مملكه الفيسن، دول نوع من الصحراء وبيتحالفوا مع اي حد على حسب مصالحهم. وبيأكد لنيك برضه انها اكيد مسيطره على هانك بتعويذه، وعلشان يلاقوا حل للموضوع ده بيقترح انهم يطلبوا المساعده من روزي، بما ان شغل عيلتها في الاعشاب والوصفات الخاصه بمملكه الفيسن. فبيروحوا لها المحل فعلا، واللي قررت انها تديره مكان اخوها وما تقفلهوش. وهناك نيك بيحكي لها على المشكله، ولحسن الحظ روزي بيبقى عندها فكره عن الموضوع، وبتقول ان اداليندا لو عملت وصفه سحريه لهانك فاكيد اشترت المكونات من عندهم، علشان كده بتدور في دفتر الاشخاص اللي اشتروا من المحل، وزي ما توقعت بتلاقي ان اداليندا اشترت وصفه من اخوها من حوالي اسبوعين. الكارثه بقى انها بتقول ان الوصفه دي خطيره جدا، وده لانها بتنتهي بان الشخص اللي مسيطرة عليه يدخل في غيبوبة ويموت، لكنها بتطمنهم برضه وبتقول ان في وصفة ترياق ممكن يعالجوا بيها هانك. وبعد كام ساعة من التدوير في كتاب الوصفات روزي اخيرا بتوصل للي هم عاوزينه، علشان كده بتخلي مونرو يتصل على نيك، واللي بيقول له انه لازم يسيب الاسم ويجي لهم حالا، لان من المعلومات اللي شافوها عن الوصفة هانك خلاص قرب جدا انه يموت. فبيروح نيك على المحل على طول، وبيعرف من روزي انها خلاص وصلت لوصفة الترياق، وبالفعل روزي بتبدأ تشتغل عليها لحد ما بتخلصها. بس بعد ما بقت الوصفة جاهزة بيبقى في مشكلة واحدة اللي فاضلة، والمشكلة دي هي انهم ازاي هيقنعوا هانك انهم يعالجوه. لكن على الرغم من المشكلة دي لانهم بيروحوا هما التلاتة على بيته ومعاهم الوصفة، وخلال ما هما ماشيين بيحاولوا يتفقوا على اي كدبة يقولوها لهانك، لكن الكارثة انهم على ما بيوصلوا له بيلاقوه مغمى عليه اصلا. الكارثة الأكبر بقى إن روزي بتقول إنه طالما وصل للمرحلة دي الوصفة اللي عملوها ما بقاش ليها أي فايدة، وعلشان ينقذوه لازم الساحرة اللي عملت كده تفقد قوتها السحرية، وده عن طريق إن دم واحد من سلالة جريم يلمسها. المفاجأة إن نيك بيلاقي إن أداليندا هي اللي بتتصل عليه، ودي بتقول له إن صاحبه خلال كام ساعة هيكون مات، فلو عاوز ينقذه يسلمها المفتاح اللي اخده من عمته. طبعا نيك اول ما بيقفل معاها بيروح على طول للمكان اللي هي حددته، لكن هناك بيتحدى اداليندا وبيرفض انه يسلمها المفتاح. ساعتها هي بتتحول وبتهاجمه علشان تقتله وتاخده منه، وزي ما روزي قالت له بيسمح لها نيك انها تضربه وتخليه ينزف، وبكده بتنجح الخطة ودم نيك بيختلط بدمها. هنا بتخرج زي روح الساحرة من جسم اداليندا، وفي نفس اللحظة بيفوق هانك وهو ناسي كل حاجة وبيرجع لطبيعته. اما اداليندا بتبقى خلاص فقدت قوتها وبقت زيها زي باقي البشر، وبسبب كده نيك بيسيبها تمشي من غير ما يقتلها. بس لسوء حظ اداليندا انها لما بترجع للبيت امها بتكتشف اللي حصل، علشان كده هي ورينارد بيرفضوا انها تفضل معاهم، وبينبهوا عليها ما تتواصلش معاهم تاني لانهم خلاص ما بقوش محتاجينها. وبعد ما نيك اطمن على هانك انه رجع لطبيعته ونسي خالص موضوع اداليندا بيروح للمقطورة. هناك بيكمل اللي كان بيعمله وبيطبع النقش اللي على المفتاح، يمكن يوصل لأي حاجة ويفهم ايه الفايدة منه. في الناحية التانية من المدينة بنشوف كائن من الفيسين بيطارد كائن تاني، وده بيفضل يتتبعه لحد ما بيوصل للفندق اللي قاعد فيه. لكن في الفندق ده بيقدر الكائن الأول إنه يقتل اللي بيطارده، وده بعد ما بيقتله بيلاقي علامة على إيده لسه مش مفهوم إيه معناها بالظبط، ولأن مكانه اتكشف دلوقتي بيهرب بسرعة وبيتنقل لمدينة تانية. بس لسوء حظه أول ما بينزل من الأتوبيس بيلاقي شخص تاني بيراقبه، وده أول ما بيشوفه بيخرج مسدسه وبيبدأ يضرب عليه نار. بس لما بيروح يدور عليه بيلاقي شنطته بس وآثار دم على الأرض،
في نفس الليلة ورينارد راجع للبيت بيلاقي الشخص اللي كان بيطارد الكائن الأول مستنيه، وده بيوريه العلامة اللي على إيده وبنعرف إنها بترمز لجماعة اسمهم فيرات، ومن كلامهم بنعرف إن الشخص ده اسمه إدجار، وبنعرف برضو إن الكائن اللي كان بيطارده اسمه إيان، وبيقول إن سبب مطاردته ليه هو إنه واحد من قادة المقاومة واللي اسمهم اللوفر، وشاكين انه جاي لهنا لان المقاومة بتخطط لحاجة معينة، بس لسه مش واضح من كلامهم المقاومة دي بتقاوم ايه بالظبط، وبرضه مش واضح ايه علاقة رينارد وعيلته اصلا بالجماعة دي علشان يطلبوا مساعدته. تاني يوم روزي كالعادة بتبقى رايحة للمحل، ودي بتتصدم لما بيظهر ايان من وراها يهاجمها، علشان كده بتضربه وبتحاول انها تهرب على بره، لكن المفاجأة انها بتطلع تعرف ايان وهو جاي اصلا لهنا علشان يطلب مساعدتها، ولانه مصاب روزي بتبقى عاوزة تاخده للمستشفى، لكن ايان بيرفض بسبب الجماعة اللي بتطارده، وبيطلع انه جاي لهنا برضه لسبب تاني، والسبب ده هو ان اخوها فريد اللي اتقتل كان هيسلمه هوية جديدة بحيث يقدر يتحرك براحته في المدينة وينفذ مهمته. في نفس الوقت بنشوف نيك مع فريقه بيحققوا في بلاغ جالهم، واللي بيبقى عن ضرب النار اللي حصل امبارح على ايان، وبسبب الدم اللي على الارض بيبقوا متوقعين انهم يلاقوا جثة قريب، علشان كده بيرجعوا للقسم وبيشوفوا كل فيديوهات المراقبة، واللي منها بيقدروا انهم يخرجوا صورة لايان، بس المشكلة اللي بتقابلهم هي انهم ما بيلاقوش ليه اي هوية في السيستم. وبعد شوية بيروح مونرو لمحل روزي لانها طلبت مساعدته، بما ان ايان مصاب وحالته خطر بتبقى عاوزة انهم ينقذوه، وبتعرف مونرو ان ايان يبقى فرد من جماعة لوفر اللي هم المقاومة، ومش اي فرد، ده واحد من القادة المهمين، وبيطلع ان مونرو عارف كل حاجة اصلا عن المقاومة وعن جماعة فيرات، ولان الموضوع خطر بيوافق انه يساعد روزي بحيث ايان يتحسن بسرعة ويبعد عنهم قبل ما يسبب لهم مشاكل. وبعد دقايق بتنجح روزي اخيرا انها تخرج الرصاصة وتعالجه. ادجار بقى اللي ضرب ايان بالنار بنشوفه في حانة في المدينة، وهناك بيتكلم مع اللي شغال في الحانة وبيسأله عن مكان يزور فيه هوية، فبيساعده الشخص ده وبيديله عنوان لحد يعرفه، وبعد ما ادجار خد الكارت منه بيسيب هوية ايان عن قصده قدامه، وبيطلع ان الشخص ده يعرف ايان وهو كمان تبع المقاومة، علشان كده ادجار بيتحول قدامه وبيقتله ويمشي، ولان حد شاف جثة الشخص اللي شغال في الحانة بيبلغ وبتيجي الشرطة للمكان، وهناك بيلاقوا هوية ايان اللي سابها ادجار، علشان كده بيفكروا ان هو القاتل وان هويته وقعت منه بالغلط. الغريبة بقى ان ادجار بيجي يتكلم مع نيك على اساس انه شاهد شاف الجريمة، وده اول ما نيك بيتكلم معاه بيعرف حقيقته، وادجار بيعرف انه جريم، لكن نيك بيطمنه انه مش هيأذيه وبيوريه صورة ايان وبيسأله اذا كان هو القاتل، وطبعا ادجار بيقول له انه شافه فعلا بحيث يورطه، فبياخد نيك منه رقمه لانهم ممكن يحتاجوه شاهد في القضية. وبنرجع لايان اللي بيبقى فاق وتحسن شوية بعد ما عالجوه، ولانهم محتاجين مساعدة علشان يهربوه من المدينة مونرو بيقترح انهم يكلموا نيك، وبتبقى صدمة لإيان لما بيعرف ان نيك ده يبقى من سلالة جريم، لكن مونرو وروزي بيطمنوه انه مختلف عن اي جريم تاني وانه اصلا محقق شرطة، وبناء على كلامهم ايان بيوافق انهم يكلموه، فبيتصل مونرو على نيك واللي بيكون في القسم، وده بيحكي له بشكل مختصر عن اللي بيحصل وبيقول له يجي لمحل روزي حالا. اما رينارد بيلاقي ادجار بيتصل عليه بعد ما اتكلم مع نيك وعرف حقيقته، علشان كده بيسأل رينارد هو ليه شغال مع واحد من سلالة جريم، فبيقول له رينارد ان نيك ما يعرفش حقيقته. واضح كده ان رينارد من الفيسن بس لسه ما شفناش تحوله ولا مرة. المهم ان ادجار بيحذره من نيك وبيقفل معاه، وبعد دقايق بيوصل نيك لمحل روزي. هناك اول ما بيدخل وبيشوف ايان بيرفع عليه المسدس، بما ان ادجار كذب عليه وقال انه شافه واكد له ان هو القاتل، لكن روزي بتفسر له اللي حصل وان في شخص كان بيطارد ايان، وبتقول ان اكيد هو اللي ورطه في الجريمة دي علشان يخلص منه. وكمان مونرو بيقول له ان ايان كان مغمى عليه لاكتر من 5 ساعات، فمستحيل يكون هو القاتل لان الجريمة اللي بيتكلم عنها حصلت من 3 ساعات بس. وبعد ما نيك اخيرا اقتنع بكلامهم بينزل المسدس، وبيعرف من ايان ان اللي بيطارده فيسن اسمه ادجار وانه من جماعة اسمهم فيرات، وبيطلع ان نيك عارف عن الجماعة دول لانه قرأ في كتاب عيلته عنهم، فبيقول له ايان انهم بيقاوموا فيرات بقالهم سنين، وبيعرفوا ان الجماعة دول شغالين لصالح العائلات الملكية ال7. هنا نيك بيستغرب لانه ما قرأش عن العائلات دي في الكتاب قبل كده، فبيقول له ايان ان العائلات دي من مملكة الفيسن وبيحاولوا انهم يسيطروا على العالم، وده عن طريق نشر الفوضى والحروب وهم يحكموا بعدها، بما ان الناس بتحب الاستقرار والامان اكتر من الحرية. وبيعرفوا ان سلالة جريم كانوا دايما في صف المقاومة، لكن في فترة من الفترات اختاروا انهم ينضموا للعائلات الملكية، وده قلب ميزان القوة واضعف المقاومة جدا. ولان ايان خسر كل اوراقه اللي كانت معاه في المطاردة بيبقى محتاج مساعدة نيك على الاقل بس علشان يعرف يخرج من المدينة
ويرجع لمقر المقاومة. فبيقول له نيك انه لازم يلاقي القاتل اللي اسمه ادجار الاول، وبعد ما يتاكد من كلامه ساعتها بس ممكن يساعده. روزي بقى بعد ما خلصوا كلامهم بتروح لمحل واحد من الفيسن، وبيطلع ان ده معروف عندهم انه افضل شخص بيزور هويات، علشان كده روزي بتطلب منه يعمل هويه لايان. فبيوافق الشخص ده لكنه بيقول لها انه هيحتاج شويه وقت. في نفس الليلة نيك بيبقى في المقطورة بيشوف شوية فيديوهات عن تاريخ جماعة فيرات، وخلال ما هو بيتفرج بيجيله اتصال من ادجار، وده بيعرف نفسه عادي جدا وبيقوله انه عاوز يقابله. فبيوافق نيك وبيروح يقابله فعلا في المكان اللي هو حدده، وهناك اول ما بيشوفه بيتأكد من كلام ايان وبيعرف ان ادجار ده كذب عليه. ولان نيك بيفكر انه يقبض عليه ادجار بيهدده، بيقوله انه هيتحول وسط كل الناس دول وهيقتل اكبر عدد ممكن منهم، وبيقوله برضه انه سلالة جريم وجماعة فيرات كانوا دايما حلفاء، فالمفروض يتعاون معاه واول ما يقبض على ايان يسلمهوله. المشكله ان خلال ما هم بيتكلموا بيجي اتصال لادجار من الشخص اللي بيزور الهويات، وده بيعرفه ان في واحده جات له بصوره الشخص اللي بيدور عليه. طبعا ادجار بيقفل معاه على طول وبيسيب نيك ويمشي علشان يعرف مكان ايان، وبعد ما المزور ده عطل روزي على قد ما يقدر بيديها الهويه. الكارثه بقى ان ادجار بيبقى وصل للمحل وشافها وهي خارجه، علشان كده بيفضل ماشي وراها لحد ما بيوصل لمحلها، وبسرعه قبل ما تاخد بالها بيجي من وراها بالمسدس وبياخد منها هويه ايان، وبيجبرها انها تتصل عليه علشان يعرف مكانه. ولما بيرد منرو عليها بنعرف انه اخد ايان واستخبوا في بيته، وده بيكلمه ادجار وبيقول له يسلموا ايان خلال 15 دقيقه، ده والا هيقتل روزي وهيدور عليهم ويقتلهم بعدها. وبسبب تهديده منرو وايان بيروحوا مع بعض للمحل، ومن كلام منرو واضح انه ناوي يتحول ويدخل يخلص على ادجار. لكن نيك بيوصل هو كمان بعد ما كلموه وبيقول لهم ان عنده خطه. بيدخل هو الاول بما ان ادجار مش متوقع مقابلته، وشويه وبيدخل منرو وهما الاتنين بيمثلوا انهم ما يعرفوش بعض، وبالفعل بينجحوا انهم يشتتوا انتباه ادجار وبسرعه بيهجموا عليه. المشكله ان ايان على عكس اوامر نيك بيقتل ادجار، وبيقول له انه لو ما كانش عمل كده ادجار كان هيحكي كل حاجه لجماعته، وساعتها هو واصحابه هيتورطوا وهيبقوا في خطر. بس على الرغم من كده الا ان نيك بيصمم انه يقبض عليه وياخده معاه للقسم، اللي مش مفهوم انه قبل ما يمشي بيطلب من منرو يتصرف ويخفي جثه ادجار. والمفاجاه ان نيك بيبقى عامل كل ده علشان لو قابله اي كمين من الشرطه. ولما بيوصل بايان لمحطه قطر ومكان امان بيحرره، وبيديله هويته المزوره وشويه فلوس بحيث يقدر يرجع لمقر المقاومه. تاني يوم نيك بيخرج مع منرو يتدرب في الغابة. بسبب موضوع الحرب وجماعة فيرات بيبقى عاوز يكون جاهز، ولأن معظم الكائنات مش بيأثر عليها الأسلحة الحديثة بيستخدم أسلحة عيلته القديمة. في نفس الليلة في المدينة بنشوف اتنين من الفيسن بيتقابلوا. الشخص اللي نزل من العربية ده اسمه روبرت، واللي قدامه اسمه سال، وواضح كده من كلامهم ان سال بيستغل روبرت ده وبياخد منه فلوس بالعافية. ولأن روبرت رافض انه يدفع المرة دي سال بيتحول وبينزل فيه ضرب لحد ما بيموته. بس لحسن الحظ بيبقى فيه شخص تاني في المكان وبيشوف اللي بيحصل، وده على طول بيتصل بالشرطة علشان يبلغ عن الجريمة. لكن قبل ما يلحق يقول اي حاجة سال ده بيشوفه، علشان كده بيضطر انه يقفل المكالمة ويهرب منه قبل ما يقتله هو كمان. وبعد شوية في المدينة واحد بيسمع حد بيكسر الازاز وداخل لقابه بيته، وبيطلع ان الشخص اللي شاف الجريمة يبقى قريبه وجاي يستخبى عنده. ودول بنعرف ان هما الاتنين من الفيسن، واسم اللي شاف جريمة القتل هو ارنولد وقريبه اسمه جون. وكالعادة تاني يوم بتوصل الشرطة لمكان الجريمة وبيلاقوا الجثة، ومن التحقيقات بيعرف نيك ان في شخص شاف الجريمة واتصل يبلغ، ومن السيستم قدروا انهم يحددوا مكان بيته وعرفوا ان اسمه ارنولد. علشان كده بيروح على طول مع هانك على عنوان بيته، ولان محدش بيرد عليهم بيدخلوا يدوروا عليه. جوه البيت بقى نيك بيلاقي صورة لارنولد مع جاره باد اللي كان بيصلح له الاجهزة، ولان روبرت ده كان صاحب شركة مقاولات بيبداوا يحققوا مع الاشخاص اللي كان شغال معاهم، واللي بيطلع منهم سال اللي المفروض انه مفتش البناء والمقاولات في المدينة. لكن سال بيبقى عمل حسابه وجهز حجة غياب في نفس وقت الجريمة، وبسبب قوة نيك بيكتشف على طول انه كائن من الفيسن، وسال بيعرف انه جريم. لكنهم بيكملوا التحقيق عادي بسبب هانك، ولان مفيش اي دليل ضده بيضطر نيك وهانك انهم يسيبوه ويمشوا. المشكلة بقى ان سال بيستدعي اصحابه وبيعرفهم ان نيك من سلالة جريم، وبيطلع ان اصحابه اللي شغالين معاهم كمان من نفس نوع الفيسن. ولان نيك عاوز يعرف مكان الشاهد اللي اسمه ارنولد بيروح يقابل جاره باد، لكن باد بيقول له انه ما شافش ارنولد من حوالي 3 اسابيع، بس بيقول برضه انه يقدر يوصل له بسهوله بما انهم فصيله واحده من الفيسن. وبيعرف نيك انه هيتواصل معاه على طول اول ما يلاقيه. وبالفعل في نفس الليله باد بيروح لجون اللي ارنولد مستخبي عنده، بما انه قريبه باد بيبقى عارف
انه اكيد اول شخص هيطلب مساعدته، ولان باد بيقول له انه يقدر يساعد ارنولد بياخده يقابله، وده بيطمنه وبيعرفه ان معاهم حليف من سلالة جريم، يعني ايا كان الفيسن اللي هيشهد ضده نيك هيقدر يحميهم. وبسبب كلامه ده ارنولد بيطمن شوية وبيقرر انه يشهد في القضية. في نفس الوقت سال بيبقى عامل اجتماع مع اصحابه وبيقول انهم حتى لو خلصوا من القضية دي هيبقى لسه قدامهم مشكلة المحقق، علشان كده بيقترح انهم يتواصلوا مع جماعة حصادة الجريم. وبعد ما اتكلم باد مع ارنولد بيتصل على نيك وبيعرفه انه هيجيب ارنولد تاني يوم للقسم علشان يعترف بكل حاجة. وفي واحد من مقرات جماعة حصادة الجريم بنشوف القائد بيتكلم مع واحد من رجالته، وده بيقول له ان جالهم معلومات عن واحد من الجريم اسمه نيك، علشان كده بيكلفه هو وواحد صاحبه انهم يخلصوا عليه الليلة. وزي ما باد اتفق مع نيك بيجيله الاسم ومعاه ارنولد، واللي بيحكي لنيك على كل حاجة وبيعرفهم ان سال هو القاتل، وبسبب شهادته دي الشرطة بتروح تقبض على سال. المشكلة الاكبر اننا بنشوف الحصادة وصلوا للمدينة ومراقبين نيك، وجوه الاسم ارنولد بيتعرف على سال من وسط المجرمين، وبكده تبقى القضية انتهت وبيتحط ارنولد في برنامج حماية الشهود. وبما ان نيك هو المسؤول عن القضية بيكون هو المسؤول عن تأمينه بنفسه، علشان كده بيخرج معاهم يوصلهم لبيت هيستخبى فيه ويكون تحت الحماية. بس وهم ماشيين في الطريق باد بيلاحظ ان في عربية مراقباهم، علشان كده بيتصل يحذر نيك بسرعة. واول ما بيوصلوا للمكان اللي رايحين له نيك بيخليهم يستخبوا وبيستنى هو اللي بيطاردوهم. ما بيبقاش عنده فكرة لسه انهم من جماعة حصادة الجريم، لكن اول ما بيوصلوا وبيبدأوا يهاجموه بيعرف على طول. ودول خلال هجومهم عليه بيخلي واحد فيهم يقتل صاحبه من غير ما يقصد، وبيستغل هو الفرصة بسرعة وبيقتل اللي فاضل. بعدها بيتصل على مونرو وبيطلب مساعدته، فبيجي له مونرو على المكان اللي قاله عليه علشان يساعده انه يخلص من الجثث. وعلى حسب التقاليد بيقول له مونرو انه لازم يبعت رسالة لجماعة حصادة الجريم بحيث يفكروا 1000 مرة قبل ما يحاولوا انهم يغتالوه تاني. وبالفعل جوه مقر حصادة الجريم بيوصل لهم طرد كبير، وده لما بيفتحوا القائد اللي امر بقتل نيك بيتصدم، لان نيك بيبقى بعت له رصين الحصادة اللي بعتهم هو علشان يقتلوه. وجوه واحدة من المزارع على حدود المدينة صاحب المزرعة بيسمع دوشة بره، فبيخرج يضرب نار ببندقيته لانه مفكره حرامي، لكن لما بيقرب من واحد من الاحصنة بيلاقيه مصاب كأن في حيوان هاجمه. فبيتصل صاحب المزرعة على جولييت بما انها دكتورة بيطرية واللي بتيجي على طول المزرعة علشان تعالج الحصان، ولانهم عاوزين يعرفوا نوع الحيوان اللي هاجمه بيروحوا للمكان اللي الحيوان هرب منه. الغريبة بقى انهم بيلاقوا اثار رجلين شبه رجلين البشر، بس الفرق ان الاثار دي اضخم وليها ضوافر طويلة. وبيطلع ان صاحب المزرعة لما ضرب نار اصاب الحيوان لانهم بيلاقوا دم على الارض، فبيتتبعوا اثار الدم دي يمكن يوصلوا لجثته. لكن الصدمة انهم بيلاقوا اكتر من جثة لشخص في الغابة. كل ده ونيك جوه المقطورة لسه بيدرس المفتاح وبيحاول انه يفهم النقش اللي عليه ده بيدل على ايه بالظبط. لكن قبل ما يوصل لاي حاجة جولييت بتتصل عليه، بتبلغه طبعا باللي هي شافته وبتطلب منه يجيب فريق ويجي لهنا حالا. فبيروح نيك على هناك مع الشرطة وبيبدأوا يمسحوا المكان، وكلهم بيبقوا مستغربين لأن آثار الجروح على الجثث كلها زي ما يكون سببها حيوان. بس لحسن الحظ بيلاقوا كاميرا مرمية على الأرض ممكن يكون متصور عليها اللي حصل. دول كمان بيلاقوا واحدة خارجة قدامهم من الغابة مرعوبة وبتقول إن الكائن الأسطوري اللي اسمه بيج فوت هو اللي هاجمهم وقتل أصحابها. فبيرجعوا للقسم وبيشوفوا الفيديوهات المتصورة على الكاميرا، واللي بيبقى واضح فيها ان اللي نفذ الهجوم ده شخص بشري ولابس هدوم عادية، هو بس ضخم شوية وعنده وحشية غريبة قطع بيها الجثث. في نفس الليلة مونرو هو نايم بيسمع بقوته حد بيقرب من البيت، فبينزل على تحت بسرعة لانه بيشم ريحة كائن من الفيسن، ولانه فاكر ان الكائن ده جاي يقتله بيتحول وبيهاجمه هو الاول. لكنه بيتفاجئ ان الشخص اللي داخل لبيته هو واحد صاحبه اسمه لاري، ولان لاري ده مصاب وحالته خطر بيخليه يرتاح شوية. وقبل ما يعرف منه اللي حصل حالته بتتدهور جدا وبيغمى عليه. تاني يوم نيك بيلاقي مونرو بيتصل، واللي بيبقى شاف الاخبار عن قضية الكائن الاسطوري بيج فوت اللي بيحقق فيها نيك، علشان كده بيقول له يجيله البيت حالا لانه تقريبا عنده حل القضية. في نفس الوقت بنشوف جولييت بتتصل على دكتور تعرفه، بما انها مستغربة من الهجوم اللي حصل بتبقى مصممة تعرف نوع الحيوان، علشان كده بتبقى اخدت عينة دم من مسرح الجريمة وعاوزة تحللها.
وبعد دقايق بيوصل نيك لبيت مونرو وبيشوف لاري على الكنبة، واللي بيبقى مستمر في حالة الفيسن وما بيرجعش لحالته البشرية نهائي. ومن كلام مونرو بنعرف ان الحالة دي معروفة باسم الفوجا، ودي الحالة اللي الكائن ما بيقدرش يتحكم فيها في تحوله وبيفضل على هيئته الحيوانية، بس لسه مش واضح بالظبط ايه السبب في الحالة دي. طبعا نيك بيبقى مصدوم لان صاحب مونرو ده قتل شوية اشخاص امبارح، لكن مونرو بيدافع عن صاحبه وبيقول انه كويس جدا، وبيقول كمان انه كان متابع مع دكتور خاص بمملكة الفيسن زي الدكتور النفسي كده بالنسبة للبشر، بس ده بيساعدهم انهم يسيطروا على غضبهم وما يتحولوش. فاكيد في حاجة هي اللي وصلت لاري للمرحلة دي وخلته مش قادر يتحكم في نفسه. المشكلة ان خلال ما هما بيتكلموا بيلاقوا الشرطة بتدور في المكان بالكلاب، معنى كده انهم خلال ثواني هيوصلوا لبيت مونرو عن طريق ريحة لاري. علشان كده مونرو ونيك بياخدوا من لاري قميصه، وبيلبس مونرو القميص بحيث الكلاب تتتبعه هو، وبالفعل بينجح انه يبعد الكلاب عن البيت وبيسحبهم ناحية الغابة. وبعد ثواني من المطاردة بيتحول قدامهم وبيرعبهم بصوته. طبعا هانك اول ما بيسمع الصوت بيترعب وبيخرج مسدسه، وبيتفاجئ بمونرو بيخبط فيه وهو بيهرب وبيوقعه على الارض. وشوية وبيرجع مونرو على البيت وبيحكي لنيك على اللي حصل، وبيصدمه لما بيقول له انه خبط في صاحبه هانك من غير ما يقصد، بس بيطمنه برضه ان الموضوع حصل بسرعة جدا وكمان هو كان متحول، يعني مستحيل هانك يكون شافه، وحتى لو شافه مستحيل يقدر يتعرف عليه. ومرة واحدة وهم بيتكلموا بيفوق لاري، وده بشكل مش مفهوم بيجرح نفسه وبيخرج زي طفيل من رقبته. بعدها بيعتذر لهم وبيقول انه ما كانش بيتحكم في نفسه، وقبل ما يعرفوا منه اي حاجة حالته بتتدهور تماما وبيموت، وساعتها بيرجع تاني لشكله البشري. في اللحظة دي بيتصل هانك على نيك وبيحكي له على اللي حصل معاه، بس لحسن الحظ ما بيبقاش شاف وش مونرو، هو مجرد بس شاف انه كان لابس قميص احمر. هنا نيك بيقرر انه يستغل الفرصة علشان يخلص من المشكلة، فبياخد جثة لاري للغابة هو ومونرو بعد ما لبسوه القميص، بحيث الكلاب لما تكمل تدوير في المنطقة يلاقوا الجثة. وكمان نيك بيحط الطفيل اللي لاري خرجه جنبه، بحيث لما يلاقوه مع الجثة يخلي الدكاترة يحللوه ويفهموا هو ايه بالظبط. بس الأول قبل أي حاجة نيك بيروح للدكتور اللي كان بيتابع لاري، واللي بيبقى مشهور جدا في مملكة الفيسن واسمه برينكر، وده بيبقى من الفيسن برضه، بس بيقدر انه يسيطر على تحوله قدام نيك. ولانه عارف ان نيك جريم بيضطر انه يحكي له عن شغله لما بيسأله عن لاري، وبيقول له ان جلسات علاجه لكل الفيسن بتتم من غير أدوية. وزي ما خطط نيك بيجيله اتصال وهما بيتكلموا من هانك، واللي بيعرفوا انهم اخيرا لقوا القاتل ميت جوه الغابة، وبسبب القضية بيضطر نيك انه يسيب برينكر ويمشي. في نفس الوقت جولييت بتبقى بدأت تحليل عينة دم لاري اللي معاها، وواضح كده من تعبير وشها ان نتيجة التحليل قدامها مش منطقية، بس طبعا ما بتبقاش عارفة لسه ايه السبب. وبعد ما لقوا جثة لاري في الغابة رينارد بيتكلم مع الصحافة وبيقول انهم لقوا القاتل، وبيطمن الناس انه كان انسان طبيعي عادي. المشكلة ان في نفس الليلة بنشوف شخصين مخيمين في الغابة، ودول بيخرج لهم كائن من الفيسن شبه لاري يهاجمهم وبيقتل واحد منهم، لكن لحسن حظ الشخص التاني بيقدر يدافع عن نفسه ويقتله. وكالعادة بتوصل الشرطة للمكان تاني يوم بعد ما الشخص ده بلغ باللي حصل، ومن حالة جثة الشخص اللي مات هانك بيقول انها تقريبا نفس القضية اللي فاتت. ومن محفظة القاتل بيعرفوا ان اسمه ألين، وبيلاحظ نيك برضه وهو بيدور في جثته ان في زي جرح كده في رقبته. مونرو بقى بنشوفه رايح يقابل واحد صاحبه اسمه رونالدو، لان ده تقريبا كان اقرب صاحب للاري ويعرف كل حاجة عنه. علشان كده بيسأله مونرو اذا كان لاحظ انه بيتصرف بشكل غريب اخر فترة، فبيقول له رونالدو بالعكس، وان لاري كان مبسوط جدا، حتى انه اخر مرة قابله فيها قال ان الدكتور برينكر عالجه تماما، وكان وقتها مع اصحابهم ألين ودان اللي متابعين مع نفس الدكتور. هنا مونرو بيقلق وبيخرج بسرعة يتصل على نيك، وده بيعرفه اللي صاحبه قاله واسامي الاتنين اللي هم ألين ودان. طبعا نيك بيتصدم وبيعرفوا انهم لقوا جثة ألين من شوية، وبيعرفوا كمان ان الطب الشرعي لقوا في رقبته نفس الطفيلي اللي كان في رقبة لاري. فبيقول له مونرو ان الدكتور برينكر اكيد هو السبب، بس لسه بيبقوا عاوزين يفهموا بيعمل كده ازاي. وبعد ما بيقفل مونرو مع نيك بيتصل على صاحب لاري التالت اللي اسمه دان، لكنه بيتفاجئ ان اللي بيرد عليه هو اخوه، وده بيقول له ان دان كان بيتصرف بشكل غريب من كام يوم ومات بشكل مش مفهوم. وبرضه نيك بيعرف نفس الاخبار دي وبيعرف رينارد، وبما انهم بقوا متاكدين ان برينكر هو السبب بيقول لهم يقبضوا عليه، لكن مونرو بيسبقهم على هناك وبيروح هو يتكلم معاه الاول. بيبقى عاوز يعرف منه اللي حصل لاصحابه، وكمان عاوز يمنع برينكر من انه يأذي اي حد تاني من الفيسن،
لكن الكارثة ان خلال ما هما بيتكلموا برينكر نفسه بيبدأ يتصرف بشكل غريب، ومرة واحدة بيفقد السيطرة على نفسه وبيتحول لهيئة الفيسن، وعلى طول بيهاجم مونرو وبيهرب على بره لان الشرطة وصلت. فبيخرج وراه نيك وهانك وبيفضلوا يطاردوه في المدينة، ومن خلال البلاغات اللي بتجيلهم بيقدروا انهم يحددوا مكانه، واللي بيبقى مسرح قديم كده برينكر بيبقى خطف واحدة واستخبى فيه. هناك بيقدر هانك انه يضرب برينكر بالنار قبل ما يهاجم نيك. المشكلة الأكبر بقى إن هانك بيشوف برينكر وهو بيرجع لطبيعته بعد ما مات، بس لما بيقول لنيك على اللي شافه بيحاول يقنعه إنه بيتخيل، وبسبب كده هانك بيتعصب وبيقول إنه متأكد من اللي شافه. لكن الموضوع بيعدي لأن ما بيبقاش عنده أي تفسير منطقي، وبتزيد المشاكل كمان لما نيك بيرجع للبيت، لأن جولييت بتقوله إن نتيجة تحليل دم القاتل اللي اسمه لاري غريبة، وبيطلع إن نتيجة التحليل كان فيها جينات حيوانية وجينات بشرية. وده غريب على جولييت او مستحيل لانها اول مرة تشوف حاجة كده، وطبعا نيك بيبقى خايف او مش قادر انه يقول لها الحقيقة، وزي ما عمل مع هانك بيقدر يقنعها ان نتائج التحاليل ساعات بتطلع غلط. وللأسف بسبب الأحداث الغريبة واللي هانك شافه بيبدأ يتخيل حاجات غريبة، بس لأن نيك أقنعه إنه بيتخيل بيكمل حياته عادي وبيروح للقسم. وهناك بنعرف إن نيك جاله معلومات من اسم تاني عن قضية قديمة، القضية اللي كانت عن سرقة العملات اللي اسمها زاكينسوس واللي قابل فيها المجرم سوليداد وفارلي. ومن المعلومات بنعرف إن في شريك رابع للعصابة دي بس مش معروف مكانه لحد دلوقت، مجرم اسمه أكيرا، وعلى حسب معلومات فارلي له علاقة بموت أهل نيك. المفاجأة بقى إن خلال ما هما بيتكلموا بنشوف أكيرا ده داخل لفندق في المدينة، وهناك بيقابل شخص مأجره بيسأله عن أفراد عصابته وعن مكان عملات زاكينسوس. فبيحكي له الشخص ده عن كل اللي حصل لعصابته الفترة اللي فاتت، وبيقول له إن عملات زاكينسوس أكيد في قسم الأدلة جوه القسم، وبيوريه صور لنيك وهانك ورينارد وبيقول له إن هما اللي كانوا مسؤولين عن القضية، فأكيد واحد منهم عارف مكان العملات ويقدر يوصله ليها. الصدمة ان أكيرا بعد ما بيعرف كل المعلومات دي بيتحول وبيقتل الشخص اللي قدامه، وده بعد ما بيخرج من الأوضة بتدخل واحدة أول مرة نشوفها، وواضح كده من كلامها انها بتتتبع أكيرا وناوية تقتله. وجوه العيادة عند جولييت بتلاقي أداليندا جاية لها وبيبقى معاها قطتها وبتقول انها تعبانة بقالها فترة. طبعا جولييت ما بتبقاش عارفة اي حاجة عن حقيقة أداليندا وبتتعامل معاها عادي، ومرة واحدة وجولييت بتكشف على القطة بتهاجمها وتخربشها. في الناحية التانية بيوصل نيك وهانك للفندق بعد ما جالهم بلاغ بوجود الجثة، وهناك بيكتشفوا ان الشخص اللي ميت ده كان محقق شرطة، وبيعرفوا من الفندق انه كان مسجل عربية عندهم. فبيروحوا يفتحوا العربية وبيلاقوا جواها شوية أجهزة وكاميرات، ولأنهم عاوزين يعرفوا اللي حصل بياخدوا الحاجات دي للقسم. والمفاجأة ان لما نيك بيشوف الصور اللي على الكاميرات بيلاقي صوره هو وهانك ورينارد. طبعا بيستغربوا وبيفكروا ان في حد بيستهدفهم او بيستهدف الشرطة عامة، علشان كده بيبلغوا كل الضباط انهم ياخدوا بالهم ويكونوا جاهزين. في نفس الليلة لما بيرجع نيك للبيت بيحس ان جولييت بتتصرف بطريقة غريبة، وبالصدفة بيعرف منها ان أداليندا كانت عندها في العيادة النهاردة، وكمان قطتها خربشتها في ايدها لما كانت بتكشف عليها. طبعا نيك بيقلق جدا وبيصمم انهم يروحوا للمستشفى حالا، لكن جولييت بترفض وبتقوله ان الموضوع مش مستاهل وانه جرح بسيط. فبيقول لها نيك انها مش عارفة حاجة وان حياتها ممكن تكون في خطر، ولانه محتاج يقنعها بكلامه علشان تصدقه بيقرر انه يعرفها الحقيقة بالكامل. علشان كده بدل ما ياخدها للدكتور بيقرر ياخدها الاول لمقطورة عمته، وهناك بيعرفها ان في نفس يوم موت عمته حياته اتغيرت، لانه في بداية اليوم ده بدأ يشوف حاجات غريبة وحس انه هيتجنن، لحد ما قابل عمته ماري واللي حكت له على كل حاجة، وعرفته انه من سلالة عيلة مش عادية اسمهم جريم. وبيحكي لجولييت كمان عن الكائنات اللي عايشة وسط البشر وبنفس شكلهم، وبيقول لها ان عيلته كانت مهمتها زمان ولحد دلوقت هي السيطرة على عالم الفيسن وحماية البشر، وبيوريها صورة لتحول أداليندا من الكتاب وبيقول لها انها ساحرة. لكن طبعا كل المعلومات دي بتبقى كتير جدا على جولييت، لدرجة انها بتفكر ان نيك اتجنن او حصل له حاجة، ولانها زعلانة عليه جدا ومتضايقة بتسيبه وتخرج على بره. فبيجري وراها نيك وبيحاول يقنعها ان كل الكلام اللي قاله حقيقي، وفي اخر محاولة علشان يقنعها بيقرر انه يخليها تقابل مونرو، وبالفعل بياخدها على طول وبيروحوا على بيته. هناك اول ما بيشوف مونرو بيقول له انه لازم يعرف جولييت الحقيقة، وبيشرح له برضه خطورة الموقف، وبيعرفه ان أداليندا عملت حاجة لجولييت وخلت قطة تخربشها، فهو خايف انها تكون عملت عليها تعويذة او اي حاجة تأذيها، ولانها مش مقتنعة بكلامه وانها في خطر فهو قرر يقول لها الحقيقة. واسهل حاجة طبعا علشان تصدقه هي انه يتحول قدامها، ولان مفيش حل فعلا غير كده مونرو اخيرا بيوافق. لكن للاسف قبل ما يتحول قدامها بثواني جولييت بتتعب وبيغمى عليها، فبيقرروا انهم ياخدوها للمستشفى لانهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. وهناك مونرو بيقول لنيك ان الدكاترة هنا مش هيقدروا يساعدوها،
ولازم علشان تتعالج يلاقوا اداليندا وكمان القطة بتاعتها، فبيروحوا لعيادة جولييت هما الاتنين للمكان اللي بيبقوا حابسين فيه القطط، ومن اسامي اصحاب القطط بيقدروا انهم يلاقوا قطة اداليندا، فبياخدوا القطة على طول وبيروحوا هما الاتنين لمحل روزي، وهناك روزي بتوعد نيك انها هتحاول تعرف التعويذة، وكمان هتعمل له تعويذة مضادة علشان ينقذ جولييت. وخلال ما هما شغالين على التعويذة بيخرج نيك يدور على اداليندا. في نفس الوقت بقى بنشوف اكيرا بيقتحم بيت نيك، ولان نيك جاله تليفون من دورية شرطة ان في حد اقتحم بيته بيروح على هناك بسرعة، وبيتصدم طبعا لانه بيلاقي الباب مكسور والبيت متبهدل جدا، ومرة واحدة اول ما بيلاقي اكيرا نازل قدامه بيحاول يقتله، لكن اكيرا بيتفادى السهم بسرعة وبيهاجم هو نيك، وبسبب قوة فصيلة اكيرا بيبقى نوعا ما اقوى من نيك بمراحل، بس لان نيك شاف صورته وعارف انه كان متورط في موت اهله بيستجمع قوته، وبيهاجم اكيرا وبيفضل يضربه وبيسأله عن سبب قتله لاهله. المفاجأة ان خلال ما هو بيضربه بيلاقي نفس الست اللي كانت بتدور على اكيرا داخلة لبيته، فبيبدأ يهاجمها هي كمان لانه مفكرها فيسن مع اكيرا اصلا، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيها تجاهلته تماما وهاجمت هي اكيرا وقتلته. المفاجأة الأكبر بقى لنيك إن الست اللي قدامه دي بتقوله إنها تبقى أمه، بس للأسف لحد هنا بتبقى دي نهاية الموسم الأول من مسلسلنا، لكن أكيد في المواسم الجاية هنعرف أكتر عن عيلة نيك، وهنعرف أكتر عن رينارد وعن عيلته برضه وإيه علاقتهم بكل اللي بيحصل، وهنشوف إذا كانت روزي هتقدر تعالج جولييت ولا هيتصرفوا إزاي. فلو حابين نكمل باقي مواسم المسلسل ياريت تعرفونا في الكومنتات وتدعمونا بلايك للفيديو، واسف على الانقطاع اللي حصل الفترة اللي فاتت لظروف شخصية، بس ان شاء الله الفترة الجاية نظبط مواعيدنا زي الاول، وكالعادة ما تنسوش اخواتكم من الدعاء وان ربنا يحفظهم وينصرهم قريب. وبس كده، كان معاكم شعيب، سلام.